السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كده تفصيلي لسيستم غلاية في مشكلة. ركز معايا ماشي، ما تعملش زي محمد صلاح وتجري الفيديو، عشان محمد صلاح بيجري الفيديو تمام ما بيتعلمش حاجة مني. بص يا باشا، صلى الله عليه وسلم، ما بني على خطأ فهو خطأ. مفيش حاجة اسمها حط خزان على شاسيه. بص حصل لي بعد فترة، شايف بيتكسر بيكسر نفسه، بعد فترة بيكسر نفسه. بس ينقط ازاي مية؟ ينقط مية وغير الدنيا بتاعتي. نمرة واحد. نمرة اتنين، المية ضعيفة جوه في الفيلا علشان قافلين المحبس بتاع دخول الموتور اللي هو بيدخل ميه على الموتور. فهمت ازاي كده؟ اللي هو ده ما بياخدش كده من الخزان، شايفني لاغي الخزان. اصبح الخزان ده ملغي وجواه ميه، خلاص الخزان ده انتهى. الخزان ده انتهى والموتور واقف، وبالتالي الموتور بعد الفتره دي كلها استحاله يشتغل معاك مظبوط. وبالتالي بالونه مش براند مليانه ميه جميله وزي العسل. محبس الخارج مقفول، ركز معايا في كل كلمه بقولها لك. محبس الخارج مقفول، اصبح الموتور ملغي. يعني معناها ايه؟ يعني معتمد على الميه اللي جايه من بره، الضغط اللي جاي من بره اللي هو ده، البوصه ونص ده اللي جاي من بره بيدي هنا. شايف معايا؟ ركز معايا. بيدي هنا الغلايه، ركز معايا في كل كلمه عشان اللي جاي مهم. بيدي الغلايه تمام، وبيدي الموتور هنا بيدي العمومي بتاع الخزان. طب انت سايب الخزان مفتوح ليه؟ اصلا مش هو ولا حد هيملاه ولا حد ياخد منه حاجه، هو بس الفكره عمال ايه؟ يملى ميه وينقط على الارض. كان زمانه صفر وخلصنا. هنا اصبح العمومي ده بيدي هنا فوق، شايف؟ محبس على شيك بلف، بيدي الغلايه دخول بارد. معايا؟ دخول بارد. في نفس الوقت بامب الراجع هنا العميل بيشتكي يقول لك عندي الميه السخنه بتيجي بعد زمن طويل. ليه؟ مفيش صيانه خالص هنا. المنطقه دي معدومه الصيانه. بص عندنا بامب الراجع عامل ازاي؟ بامب الراجع مملح يعني بايظ. بامب الراجع بياخد من اخر خطوط السخن بتاعتي، اطارف السخن في المطبخ والحمامات، ويجمعها خالص في خط الراجع ويرجع بيها البامب. ركز معايا، يرجع البامب بيها يغذي السخان تاني مع البارد. هنا لو دخل ميه هنا كده الشيك فالف هيمنعه. فين الصيانه؟ وفين الحنفيه هنا اللي اعمل عليها اختبار ان الفالف ده بايظ ولا مش بايظ؟ انا في ثواني ايه اللي يخليني اخش في الزنقه دي وافك اللاكور ده وافك الدنيا دي كده واعجن نفسي العجنه السوداء دي؟ لا، ارجع المحبس ده ورا واعمل حنفيه هنا، اقفل المحبس ده وافتح الحنفيه اللي في النص دي تعرفني الفالف ده بايظ ولا لا. في ثانيه واحده، في ثانيه واحده اقدر اعرف الفالف ده بايظ ولا لا. جابت ميه يبقى الفالف بايظ، ما جابتش ميه وانا قافل المحبس يبقى الفالف سليم. اقفل الحنفيه تاني وافتح ميه تاني، يبقى انا عملت عليه اختبار مظبوط. دخلنا هنا كده تمام. عندي نفس المشكله، عندي برضو بامب الراجع عليها سيفتي فالف. عايز اعرف دي اصلا سيفتي فالف ده اصلا بايظ ولا مش بايظ. نفس الكلام، اعمل محبس هنا بعد بامب الراجع الناحيه دي فوق، انزل بيه شويه تحت كده واعمل محبس. حلو، يبقى المحبس ده تحت شويه هنا كده، تحت شويه هنا كده، واعمل حنفيه في النص نفس الكلام، بحيث لو قفلت هنا كده اقدر اعرف هنا الفالف ده هيرجع ميه من الحنفيه يبقى الفالف بايظ. يبقى بيحصل لي خلط بين الراجع، خط الراجع، وبيحسب لي بيعمل لي خط بين الراجع وبين البارد اللي جاي من العمومي اللي هو ده. يبقى هنا في السيستم لازم يتعدل، يتعمل فيه حنفيه هنا بعد الفالف عشان اقدر اعرف الفالف ده بايظ ولا مش بايظ ساعه ما اقفل البامب الراجع هنا الدخول بتاعه عليا تمام. وفي نفس الوقت يعمل حنفيه هنا، اختبر في ثواني. يعني الراجل جاي يعمل صيانه، مش هقعد افك لواكير وافك اقفزه وافك مواسير وهز الدنيا، لا، افتح حنفيه في ثانيه واحده، اقفل المحبس افتح حنفيه على طول، يبقى انا اختبرت. حلو كده. طبعا دي خربانه، دي كده خربانه. شكرا. عايز بقى تفك غير بامب الراجع وتعمل التعديل ده. بامب الراجع بتدي هنا السخن علشان يضخ في البارد، يضخ في البارد تاني ويعمل تقليب على السخن. يبقى السخن رايح اخر نقطه في السخن في المطابخ والحمامات، بيرد مع بامب الراجع هنا. بامب الراجع ده ياخد الطرف ويضخ تاني في السخان الغلايه، يعمل عمليه تقليب. والكلام ده وصيت عليه في الطاقه الشمسيه ووصيت عليه في الغلايات الكهرباء تمام.
ولازم يا جماعه كل واحد يركب حاجه زي كده يكون محترف، يكون راجل محترف بمعنى كلمه محترف، عشان ما يضرش العميل. كده العميل اتضر ضرر كبير جدا. ليه؟ عشان ركبوه ما عندهمش ضربات استباقيه للاحداث. يكون راجل معلم كبير، استاذ كبير، مهندس محترم دارس، مش واخدها عافيه بصدره. انا معايا شهاده خلاص انا مهندس خلاص، لا طبعا. اسال معلمين القدام اذا كنت شركه، اسال معلمين القدام اذا كنت مهندس، اسال معلمين القدام اذا كنت انت حتى معلم كبير. تمام؟ عشان واحد بيكلمه عنده داخل في 70 سنه بيقول لي انا بقالي مقاول بقالي 70 سنه يا ابني، بيقول لي يا ابني، قلت له ماشي يا عم الحاج، يعني ايه توازي ويعني ايه توالي؟ قال لي هما الاثنين زي بعض. صباح الفل. نتكلم في المفيد بقى. ده لازم يتصين مظبوط ويشتغل معايا. الخزان ده الله يرحمه هيتغير طبعا، عشان بنابد تقرير الزبون، بدي تقرير العميل، فالتقرير ده بناء عليه ان شاء الله هنشوف هيتم ايه. فيا جماعه الخير الله يبارك لكم، اللي يركب سيستم لناس لازم يذاكر عشان ما يضرش الناس. جايب محابس غاليه جدا وجايب كل حاجه غاليه جدا، لكن اهم نقط عنده في الراجع واهم نقط عنده في التشغيل اصلا مش موجوده. راجل مش محترف. وبعدين انا ازنق بامب الراجع هنا ليه؟ سؤال معلش، انا ازنق بامب الراجع هنا ليه؟ مين هيعمل صيانه عليه هنا في الحته دي؟ ليه احط بامب الراجع هنا في الخنقه دي؟ ليه ما احطهوش هنا يا جماعه؟ ليه ما احطش بامب الراجع قدام ايدي هنا كده؟ قدام ايدي حته فاضيه زي الفل اهي، اعمل بامب الراجع هنا بحنفيتها بمحابسها وكل حاجه. تمام؟ والمفروض نعمل 2 بامب راجع، واحد احتياطي واحد شغال لاي ظروف. او الدنيا النهارده الحق ما عندناش ميه سخنه، بتجيلنا بعد فين وفين. طب قصه طويله عريضه، الموضوع يطول شرحه. لكن يا جماعه لابد هتعمل سيستم. اسال الناس القديمه، اسال القامات القديمه، مش عايز اذكر اسم حد معين وانتوا عارفين مين كويس على صفحات، ومين اصحاب المدارس دي وبيدرسوا الكلام ده كله. لازم يا جماعه نكون متكاتفين مع بعض ان العميل ما يتاذيش. نهار ابيض. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتير. مدرسه مجد احييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.